لازم امشي الحين وبسرعه. توعدني راح ترجع مرة ثانية لما اطمن على عمر؟ اوعدك يا مازن، وتوعدني انك تاخذ علاجك في وقته حتى لو ما رجعت. اوعدك. مع السلامه. هلا عامر. ابوي اهرب يا فارس، اهرب! مين هذا يا مازن؟ مين هذا يا مازن؟ قل لي من هو ذا يا مازن؟ انطق، قل لي من هو هذا؟ يا مازن، يا مازن، تعال. يلا يا فارس، من هنا يا فارس، يلا يلا بسرعة يا فارس، من هنا، ايوه بسرعة يا فارس، بسرعة. وش فيه؟ ليش بيجروا؟ وين هم؟ تكلم! ما ادري يا حضرة الضابط. الو فارس، انقطع الخط طبعا. اتصل مرة ثانية بسرعة! عزيزي المتصل، إن الجوال المطلوب مغلق، الرجاء الاتصال في وقت لاحق. The jawal number you're calling is off. Please call again later. ماجد، خذ بسرعة التليفون وحدد لي مكان المكالمة هذا وين. ابشر. وانت، انا الان بوجه لك اتهامين. الاول حصولك على مبلغ مالي كبير غير معلوم المصدر، وبتهمك صريح بابتزاز هلال نوري. الاتهام الثاني تسترك على مجرم، والدليل عندي. تكلم يا عامر ولا بحبسك وبحولك بكره للادعاء العام. تكلم! هذا ابو مازن يا عمر. ايه هو. بس وش شبه الوقت بالذات؟ حظنا يا عمر. وانت وش طلعك هالوقت؟ ايش طلعني؟ طالع ندور على حضرتك، طالع من الصبح ولا جيت. قلت يمكن مسكوه الشرطة، اروح ادبر نفسي اشوف لي مكان اتوزى فيه. بعدين قل لي وين كنت؟ وش اللي مطلعك؟ حنا ما قلنا ما حد يسوي اي شيء الا والثاني عارف. يا اخي روح عند اخوياي اجلس عندهم، فيها شيء؟ تستهبل انت، تروح عند اخوياك تضحك وتمزح وانا قاعد هنا على اعصابي. يا اخي طلعنا من السجن، محبوسين في السجن، برضو حتى برا ننحبس. عمر، انت ايش علاقتك بهلال نوري؟ هلال نوري؟ كرته
طاح منك الصبح يوم طلعت. ممكن أعرف وش جاب كرته معك؟ قابلته مرة في معرض الكتاب، سلمت عليه وطلبت رقمه وأعطاني كرت. مازن، وش اللي جابك ورانا؟ أنا هربت من أبوي يا فارس. يا فارس أبوي يبغى يقتلني. أنت وش دراك إن إحنا بنخطط؟ ما توقعت أنكم رحتوا بعيد، وأكيد أنكم في أقرب مخطط. لما تلقوا لكم مكان. الحمد لله ما خاب ظني. فعلا طفل ذكي، حرام اللي يسويه أبوك فيك. بس يا مازن لازم ترجع لبيتكم. لا لا مستحيل، أنا لو رجعت أبوي بيقتلني. يعني إيش؟ تهرب من بيتكم؟ تكفون، خذوني معكم وين تروحون. أنا لو رجعت أبوي بيقتلني. أنت مجنون يا مازن، أنت مجنون. قسوة أبوك أهون عليك من قسوة الشارع اللي حنا فيها. عمر، الولد حرارته مرتفعة، دبر مويه الحين. خلنا نعطيه كمادات بسرعة. تعالي معي. لسه مقفل. وما زال الجوال مغلق، لكن ان شاء الله حنلقاه. وانت احسن لك تتكلم يا عامر، الانكار ما راح يفيدك. وين فارس اللي معاك؟ ما ادري يا سعادة المقدم، وما رضى يقول لي اي تفاصيل عن مكان اختباره. حاولت كثير اعرف لكنه كان يرفض بشده. بس صدقني فارس بريء من قتل شرف، بريء. وسرقة هلال نوري ايش فيها؟ انا اسرق؟ ليش؟ يا ولد انت راح تتعبني معك تصدق. عسكري صبر. خذ التوقيف وبكره نعرض على الادعاء العام. تفضل. أنت مجنون يا فارس، الولد لازم يرجع بيت أبوه وما يروح معنا. ما تكفى، الله يخليك يا عمر، إلا أبوي تكفى. أنت مجنون يا عمر، تبيه يرجع عند أبوه؟ هذا ما هو بأبوه، هذا وحش ممكن يذبحه في أي لحظة. مهما كان مستحيل أب يقتل ابنه، لكن الشارع يقتل أبوه اللي جابوه. اسمع يا فارس، الولد مستحيل يهرب معنا، حنا اثنين ويلا نهرب. لا، ومعنا بزر ومريض، مستحيل نهرب كذا. أنت خايف ما نلقى مكان نهرب له؟ لا تخاف، أكيد عامر دبر كل شيء. خلني أتصل فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله، الشحن قضى، الحين تلقاه يتصل علينا. وش نسوي؟ فارس خليك من عامر الحين، الولد هذا ما يهرب معنا. وإذا قلت لك لا يا عمر ما راح أتخلى عنها أبد. فارس، إما أنا ولا هو. أنت ليش قاعد تعقد الموقف يا عمر؟ المرة الثانية أقول يا فارس،
اما انا ولا هو. انت ما خليت لي خيار ثاني. انا بقعد مع مازن. فارس، انت ما تعرف كيف انا ضحيت عشانك. تحملت كل التعب عشانك يا فارس. تتخلى عني عشان من؟ عشان بزر. فارس، انا غلطان اني مشيت وراك. مشيت ورا انسان تافه كل هم الشهرة، ما يقدر المسؤولية. ضيعت نفسك وضيعت جدك وضيعت الشركة معك. انت ماشي ورا حلم تافه يا فارس. انت انسان تافه سفيه يا فارس. اسكت! ابعدها مني. اسمع يا فارس، من يوم رايح انا في طريق وانت في طريق، فهم؟ ايش عندك ابو الشباب؟ ابد والله، ابونا راح يجيب عشاء ومحترينه. تعشوا معنا. لا متعشى. لا بس شيء. فارس لا القلب الجديدة. الا هذا هو. صيدتنا. يلا. اهرب يا مازن. اهرب يا مازن. مازن وخر يا عمر، وخر عني يا خوش. عمر! ومن هذا الشخص اللي كان بالبيت ابو مازن؟ ما ادري ابو سعد. رحت فتحت الباب انا لقيت الرجال يكلم جوال قدامي، دفني وركض. دخلت زعلان ابى اكلم مازن، ما دريت الا فجأة وركض وطلع من البيت. يا ما قلت لك يا ابو مازن دير بالك على ولد، كنت ما تسمعنا. ابو سعد مو وقتها الحين. المهم وين راح مازن؟ خاف يضيع ويصير له شيء واصير انا السبب. اكيد راح عند خاله، هو من زمان يبغى يعيش عنده. يلا تعال نروح له او نتصل عليه. وافرض ما راح عند خاله، اكيد بتشمت فيني بعد ما ضاع ولدي. يا اخي وش ذا التفكير؟ الخال يفرح ان ابن اخته ضاع ويتشمت فيك؟ اكيد هذا تفكير زوجتك يا ابو مازن. اتق الله، تعال نشوف الولد عند خاله قبل لا يضيع منك. تتوقع الناصر ما يعبرني يتشمت فيني؟ يا اخي شيلها افكار من راسك. المقدم ناصر رجل طيب ومحترم يحب مازن، هو الوحيد اللي قادر يبحث عنه حكم طبيعة عمله. استهدي بالله استهدي بالله وخلنا نروح. طيب خذ كلمة بالجوال. هات الجوال. خارج الخدمة. عمر تكفى لا تخلينا، احنا محتاجين لك. نغير مكاننا من هنا، عددهم كبير بيرجعون. انا اقترح نروح استراحتي الخاصة انا وعامر. لا، كنا فيها وكيل الشرطة مراقبتها. بس الشرطة اكيد ما راح يتوقعون نرجع لها عقب ما هربنا منه. ما هي بالغباء، اكيد مراقبين. انا بروح الحين انا وياكم خطط عرفه مهجور وبعيد.
يلا مشينا. يلا. ايش فيك؟ فارس. حارس يقول انه من الصباح موفيه، انت تدري مكان عمله؟ يا دله ادله وش السوات يا ابو سعد؟ ما فيها كلام، نروح له. يا ناصر ولدي ضاع وزوجي يا ناصر، وزوجي يا ناصر ولدي ضاع. مازن ضاع يا ناصر. ايش فيه مازن؟ صار له شيء يتكلم. مازن ضاع ورجعني. تكفى ابو سيدك يا ناصر، ابو سيدك يا ناصر، تكفى رجعني ولدي. ابو مازن اهدى وفهمني طير مخي. ايش فيه؟ رجعني ولدي والله سيدك خدام من ايام والله. طيب اهدى وفهمني. استريح. اهدى. جاء دورك تدف يا عمر، تدف. يا ما قلت لك يا مازن هاته عندي وانت تتكبر. يا ما قلت لك عندك جوهرة حافظ عليها وما حافظت عليها. قلت لك الولد لا يضيع منك وهذا هو ضاع. يا اخي حسبي الله عليك من اب. ايش اسوي يا ربي انا في المصيبة هذه؟ وكمان مين اللي كان معاه في البيت؟ كذا الموضوع اصبح خطير. ماجد حاصر لي بيت مازن وتفتشوا عليه شارع وبلغ كل الدوريات في الحي. ضيق النطاق يا ماجد، لازم تلقى لي الولد اليوم. وحرسل لك ابو مازن اعرف عليه صور من المشبوهين عندنا، ممكن يتعرف على واحد فيهم بسرعه يا ماجد. تفضل عند الضابط حيرفع عليك صور، ممكن تتعرف على واحد فيهم. تفضل.
صباح الخير يا عمر. شفت الصبح شلون هو طالع؟ منظره جميل. عمر، أنا عارف إنك زعلان مني عشان مديت يدي عليك، لكن صدقني غصب عني. ما أتحمل أحد يهيني، وأنت كريم وإن شاء الله بتسامحني. تكفى يا عمر، تكفى، سامحني. اسمع يا فارس، لازم الحين نعرف شو نسوي. نروح في مكان ننام فيه. فارس يبي محامي عشان يدلنا الطريق الصحيح ونعرف وين نروح. محامي. أعرف محامي العائلة يا عمر، بس لك عليه. ما هو بذاك المحامي الجيد صراحة، لا وبعد بخيل. بخيل غني ما لي دخل فيه، أهم شيء تدلنا الطريق الصحيح، فهمتني؟ يلا صح مازن، ورانا طريق طويل. مازن كم من أخوك كم. قم خلينا نمشي. بعدين سعادتك انا دق علي عامل امس عشان احضر مع التحقيق، محامي عنه. حياك الله، هذا من حقه. وش يشربون؟ والله يا ليت يا محمد كوب ينسون كبير وتكثر السكر، زين؟ لكن يا طويل العمر وش التمر موجه عامر؟ ما تبي بيض بعد؟ لا 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 خلاص، لا بيض ولا شاي، توبه. هي تهمتين مو بتهمه واحده. اولا فشل في تبرير مصدر الاموال. ثانيا تستره على مجرم هذا. بالنسبه لطول العمر للتهمه الاولى جبت ساعتك كل الاوراق اللي تثبت مصدر الاموال، ولتاكد ان ابوه اعطاه اياه مثل ما اعطى اخوانه حصصهم في بيع كانت لهم. واذا كان عند المباحث شك في اللي قاعد تقوله تقدم الدليل قاطع، ومو معقول ان اتهام الموكل بسبب صدفه حدث في سرقه شخص. ممتاز، عطني الاوراق خليني اضمها لملف القضيه. بالنسبه للتهمه الثانيه وتستر على مجرم، فمن حق موكلي انه يكون معه جوال واثنين وعشرة، ولا هذا يخاف القانون بعد. لكن القانون يستنكر اتصال مباشر بين واحد متهم ومتهم هارب، خصوصا اذا كان عارف انه هارب وما بلغ عنه. هل اثبتت ساعة المقدم ان عامل تواصل مع متهم اكثر من مره من قبل؟ لو سمحت، انا اللي حق له اتكلم هنا. افتح التحقيق يا احمد. اسمك وعمرك وعنوانك.
شوف يا عامر، صحيح التهمة الأولى ما ثبتت عليك، لكن التهمة الثانية أنا بعطيك فرصة أخيرة. إذا اتصل فيك فارس تبلغنا فورا، والحين بتكتب تعهد بذلك. أحمد خليه يوقع التعهد. شوف يا مقدم ناصر، أنا أخلي سبيله بكفالة وتعهد فقط عشان أعطيك فرصة جديدة وأخيرة تقبض فيها على فارس وإبراهيم وتقدمهم للعدالة، لأن الحين عامر هو الخيط الوحيد اللي بيوصلنا لفارس، لأن أكيد بيتواصل معه، فباك تراقبه مثل ظله ولا يغيب عن رجالك ولو لحظة، لأن أكيد بيحاول يتواصل معه، خصوصا انه ما يدري احنا نعرف رقم الجوال، فاول ما يفتحه اكيد تتوصلون له. تفضل. نعم، شكلك تعبان مره. انام وانا ما اعرف مازن وينه. وبنزين وفرنا بعد، ولا غسلنا السيارة، يعني شوف التوفير. 500 ريال، لا قليلة 500 ريال، شهرين 500 ريال قليلة. طيب بزرع تعال تنفري بقنطة. خلي يدخل بسرعة، خلي يدخل بسرعة، بس اسمع لا تجيب يمشون الحين، لما يمشون جيبه زين. تفضل. من؟ فارس؟ وينك؟ الدنيا مقلوبة عليك. تعال اجلس، تعال. وينك امس؟ شلونك يا استاذ عيد؟ يا مرحبا، حياك الله. تفضلوا استريحوا. وش هالزيارة السعيدة؟ حيا الله فارس. أكيد هذا عمر اللي منحاش معك. وهذا من هو؟ هذا ولد أخو عمر. طيب خلاص اجلس. أجلس؟ وين أجلس؟ ما في مكان. طيب خليك واقف. بعدين قل لي يا أستاذ عيد وش صار في قضيتي؟ والله قضيتك يا فارس معقدة، خصوصا بعد ما كلمت عامر باتصالك لهمس. عامر؟ وش دراك إني متصل بعامر أمس؟ أنا راح أقول لك كل اللي صار من الأمس إلى اليوم. يبقى شاهي؟ شاهي؟ أحد قال بجيب شاهي؟ أنا عندي موضوع أبغى أخلصه، تقول لي شاهي؟ يلا روح يلا تحرك. يا طول العمر عامر طلع من مكتب الادعاء العام على البيت مباشرة، وعينت عليه رقابة 24 ساعة ومكثفة على جواله وهاتفه الثابت. طيب والجوال اللي اتصل منه على فارس لسه مقفل؟ للأسف يا طول العمر للحين مقفل، لكن أول ما يفتح راح نحدد موقعه بالضبط. ماجد ما في أخبار عن مازن؟ الدوريات ما عثرت عليه لسه. للأسف يا طول العمر، بس أنا عندي إحساس كبير إنه راح يجيك عندك البيت. يا رب يا ماجد يا رب. تعرف يا ماجد الولد هذا لو حصل له حاجة أنا ممكن أموت، أنا ممكن تحصل لي مصيبة. أنت ما تعرف أنا قديش أحب مازن هذا. يا طول العمر إن شاء الله ما راح يجي أي مكروه، وإن شاء الله الليلة راح يكون في البيت. بس أنت يا طول العمر شكلك تعبان، لازم ترتاح شوي، وأي خبر جديد راح أبلغك. فعلا يا ماجد أنا مرة تعبان. على العموم راح أروح البيت أرتاح شوية ونرجع في الليل نكمل شغلنا. تفضل.
هلا أبو مازن، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. لا لسه والله ما في أي أخبار، بس لا يهمك إن شاء الله راح نلقى بإذن الله. وأنت بالله عليك لو جاك أو سمعت عنه أي خبر بلغنا على طول وطمن قلبي. الله يطمن قلبك. الله يعطيك العافية. تسلم، في أمان الله. مع السلامة. معقول؟ أنا أذيت عامر؟ أنا السبب في كل اللي قاعد يصير للناس من حولي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفي فارس، كرجل قانون أقول لك لازم تسلم نفسك، وكمحامي للأسرة بصفة شخصية أقول لازم تلاقي دليل. لو كان هش نبي عليه استئناف جديد للقضية وبعدها تسلم نفسك، بس لازم أي دليل مهما كان. نفتح في التحقيق مرة ثانية. كان طلب فارس من عامر يسأل مدير شرف في العمل هل شرف رجع الفلوس اللي استلمها كرشوة أو لا، لأن لو ما رجعها تصور إنه جارح واللي قتله استولى على الفلوس. كلام ممتاز، لكن عامر ما يصلح القضية لأنه مراقب بشكل مكثف. أنا بس أورد لكم، لكن دور لي أي دليل يساعدنا. وأنا أعتذر إني ما ضيفتكم، تعرفون لأني أنا من عيالي وأنتم ثلاثة. مقدرين موقفك يا أستاذ عيد، شكرا على كل اللي سويته. بأمان الله. ما أدري يا شباب، ما ضيفتكم ولا شربتكم ولا شيء، بس شكلكم الظاهر واضح أنكم مستعجلين، ما تشوفون شر إن شاء الله. 500 ريال توفير الشهر هذا. طيب شوف، لازم الشهر الجاي نوفر أكثر، كذا ما يصلح أبدا. انت مجنون؟ جاي من بيتي تبغاني اتنازل عن دم اخوي؟ اهدى يا علي، انا جاي اترجاك تعفو وتصفح علشان هالجد المشلول اللي ما له ذنب في اللي قاعد يصير. امر يا علي، طلباتك. انت لو جبت لي فلوس الدنيا كلها ما راح تقدر تعوضني عن اخوي. يا علي، فلوس الدنيا ما نملكها حنا، اللي نملكها بس فلوسنا احنا. وامر تدلل، خذ ما تبي منه. ما عندي رد اقول لك يا علي، انا ما ابي شيء من راسي ولا قلت لك شيء من راسي. انا جايك وابغى شرع ربنا، ابيك تعفو وتصفح. وفارس قسم بالله انه بريء. بريء؟ لو ان فارس بريء اجل ليش يهرب؟ هو هرب فما عنده حل ثاني، بس والله انه بريء. عموما انا اعرض عليك الدية واطلب ما تبي. ها 500,000 تكفيك؟ طيب 1,000,000 ريال. مليونين. ثلاثة مليون يا علي. عرفت، تبغى 5 مليون. عامر، اللي بيني وبينك انتهى، اللي بيننا الحين صار دم، ووعدنا يوم القصاص. اقلب وجهك اطلع برا برا. الله يهديك يا علي، الله يهديك، الله يهديك وتعفو وتصفح. فمان الله يا علي.
نبي الدليل. ما لنا ننتظر سؤال مدير شرف ذا. ولازم بعد نشوف لنا مكان نهرب له يا عمر. مو معقول نقعد من مخطط لمخطط. أكيد الناس بيشوفونا بيعرفونا. يا جماعة الخير، تثقون فيني؟ أنا تارككم تسولفون لين ما تخلصوا، بس أنا ما قلت اللي عندي. قل يا مازن. أنا لي خال طيب مرة وممكن يساعدنا وننام عنده. خالك ذا وش يشتغل؟ بالشرطة. تنجنيت. نروح للشرطة برجولنا. صدقني يا عمر، هو إنسان طيب قبل ما يدخل من الشرطة. هو يساعد أصلا، هو يساعد كل الناس. وتصدق مرة من المرات راح لحرام البيت يبيته وساعده وبوفر له وظيفة. خالي قبل ما يدخل الشرطة أنا أعرف خالي أطيب واحد عرفته، ولو صار لكم أي شيء ما راح يقبض عليكم. وش رأيك في الكلام اللي يقوله يا عمر؟ طبعا ماني موافق. أروح للشرطة برجولي وأنا منحاش منهم. صدقني يا عمر، أنا المسؤول لو صار لكم أي شيء، وخالي أنا أعرفه ويمكن نشوف عنده الدليل. اي والله ممكن يساعدنا في الدليل. عمر أنا أقول خربانة خلنا نروح نوكل الله. وبعدين مازن مو معقول راح يقبل الأذية علينا، وأكيد إنه واثق من خاله. موافق؟ يا فارس نروح للشرطة برجولنا، بيخلونا وإحنا منحاشين منهم. على ضمانتي يا عمر، لو صار لكم أي شيء يلا، ترى ما في وقت، خالي بيروح الشغل. يلا مشينا. مازن كيف حالك يا مازن؟ ايش اخبارك حبيبي؟ خير. وحشتني. كيف صحتك؟ الحمد لله. قلقتني عليك يا مازن. كذا يا مازن تترك بيت ابوك؟ طب كان تجيني انا في الاول. يا خالي انا بقولك على كل شيء صار لي، بس قبل ما اقول لك واك توعدني انك تساعدني. عيوني اساعدك، انت تؤمر امر بس. يا خالي في اثنين مظلومين، والله العظيم مظلومين، وواك تساعدهم، هذا اللي نبيه. حبيبي لو مظلومين فعلا انا لازم اساعدهم، بس تعال خلنا الحين نطلع فوق تغير ملابسك ونتعشى سوا، وبعدين اشوف موضوع اصحابك هذول، خلهم يجونا المكتب او يجونا اي مقهى. يلا. طيب هم تحت. تحت وين يا مازن؟ المقلط. الله يهديك يا مازن، تجيب لي مجرمين للبيت. يا خالي لا تقول مجرمين، هم بس مظلومين، ابغاك تساعدهم، تكفى ابوس راسك. حاضر يا مازن، انزل وانا جاي وراك.
وربي عطاك وما رضيت، غرتك ذي الدنيا وتهت، ولو مهما في الدنيا سعيت لا غير رزقك ما أخذت، ولو مهما في الدنيا سعيت لا غير رزقك ما أخذت، ولو مهما في الدنيا سعيت لا غير رزقك ما أخذت. اطلب من الله يسددك، خلي القناعة مكسبك، والهم لا يغلبك، لا تعيش بوهام وخيال. اطلب من الله يسددك، خلي القناعة مكسبك، لا يغلبك، لا تعيش بوهام وخيال. احرص على اللي تحسنه ولا تسلك دروب الضياع، احرص على اللي تحسنه ولا تسلك دروب الضياع. تلك النهاية المحزنة، واللي بلمحة ضاع، واللي بنيته بلمحة ضاع. أخطيت لو ظنيت يوم إن الظروف دايم معك، متقلبة لا ما تدوم، واللي مصعبها خطاك، متقلبة لا ما تدوم، واللي مصعبها خطاك، متقلبة لا ما تدوم، واللي مصعبها خطاك. أيقظ بقايا